السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهاردة عملت الكنافة. عايزة اقولك لو الكنافة ما بتطلعش معاكي مظبوطة، بعد الفيديو ده هتطلع معاكي مظبوطة، وهتطلع كمان متحمرة من فوق من تحت ومن النص من كل الجهات. بصي شكل الكنافة لما قطعت قطعة منها. الكنافة متحمرة من كل الجهات، هتطلع معاكي جميلة جدا وطعمها حلو قوي بجد. كل اللي هياكلها يقولك احلى من الجاهزة بكتير. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقه سهله جدا. معايا هنا كوبايه كبيره من السكر، يعني كوبايه مج كده، واحط عليهم كوبايه ميه برضو نفس الحجم، واسيبهم على النار لمده ربع ساعه، وهعصر عليهم كده نص ليمونه. بعد كده اجيب الكنافه اللي عندي دي، كنافه انا كنت حطاها في الفريزر عشان تتقطع معايا سهله. الكمية دي ربع كيلو من الكنافة، علشان تطلع معاكي متحمرة من فوق من تحت. متكتريش الكنافة عشان تبقى كويسة معاكي. هقطع الكنافة وبعد كده ادي المية معايا اهي غليت. الشربات هحط بقى عصرة ليمونة كده، نص ليمونة، وبعد كده 3 نقط من الفانيليا او كيس فانيليا. ومعايا هنا الكنافة انا قطعتها بالشكل ده، بصي اتقطعت معايا سهلة جدا علشان انا كنت حطاها في الفريزر. معايا هنا معلقتين كبار من السكر بودرة. سكر البودرة بيخلي لون الكنافة حلو، بيخليها معاكي لونها ذهبي وحلو قوي، وكمان بيدي طعم حلو جدا في الكنافة. عايزه اقولك لو عملت الكنافة دي هتطلع مظبوطة معاكي، والسكر بتاعها مش هيطلع تقيل ومش هيطلع خفيف، هيطلع مظبوط. معايا هنا كوباية الا ربع من السمنة على الزيت. كوباية الا ربع من السمنة على الزيت على الربع كيلو كنافة. مش هحط بقى الكوبايه الا ربع كلها، هحط شويه كده اهو، مش كل الكوبايه. وطبعا السمنه دي ما بتكونش سخنه، انا مسيحاها بس عشان اعرف اقلبها مع الكنافه. سبت شويه بقى شويه من السمنه. احط شويه سمنه كده في شويه، يعني 3 معالق كده ولا معلقتين سمنه في الصينيه، وبقلب الكنافه كويس جدا مع السمنه. وبرضو انا سايبه شويه سمنه لسه في الكوبايه. بقلب بقى الكنافه كويس جدا مع السكر ومع السمنه. يستحسن بقى السمنه تكون سمنه بلدي او زبده عشان تدي طعم حلو في الكنافه. طبعا لو حابه تحطي اي مكسرات ممكن تحطي، انا بعملها ساده. معايا هنا الصينيه انا دهنتها بالسمنه، حطيت طبقه كويسه من السمنه. بعد كده بحط بقى هنا الكنافه. لازم اوزع الكنافه كويس جدا بالشكل ده كده، ولازم تدوسي عليها كويس بالشكل ده كده علشان تطلع معاكي قطعة واحدة، ولما تيجي تطلعيها تقطعيها ما تبقاش متفرطة معاكي. دلوقتي خلاص انا ثبت الكنافة. هحط بقى هنا في معايا هنا شوية سمنة برضو هحطهم على الوش. زي ما قلت لكم انا حاطه سمنة على زيت، يعني مش لازم تحطي سمنة بلدي كلها يعني، لانها تبقى مكلفة جدا. فانت حطي شوية زيت بس يكون الزيت برضو زيت كويس، زيت طعام يعني. خلاص انا كده خلاص الكنافة بصوا بقت كلها متساوية مع بعض. احطها في الفرن على درجة حرارة 180. اول ما الاقيها من الجوانب اتحمرت خلاص كده بولع عليها الشواية، او ممكن لو عندك مروحة بشغل انا المروحة. بعد كده وهي سخنة بحط الشربات. بصي الشربات حطيته وهي سخنة، بصي لونها جميل جدا. وبسيبها بقى لحد ما تشرب الشربات ده. الطريقة دي هتطلع معاكي مظبوطة، الشربات هيطلع مظبوط على قد الكنافة وهيبقى طعمه حلو جدا.
مش هيخلي الكنافة معاكي طرية، هيخليها متماسكة وفي نفس الوقت حلوة جدا مقرمشة. وبكده اكون خلصت الكنافة، يا رب تكون عجبتكم. بصوا شكلها جميل جدا وجربوها هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.